ثلاث علامات يا صاحبي بتدل على ان بيتك مسحور. اول حاجة قلة الرزق في هذا البيت وعدم المباركة في هذا البيت، حتى لو الكل شغال، حتى لو اهل بيتك كلهم شغالين وبيشتغلوا وبيجيبوا فلوس، ما بتحسش ببركة خالص في الفلوس، وبتحس ان الفلوس دي بتطير طير، يعني الفلوس ما بتقعدش. تاني حاجة يا صاحبي وهي المشاكل من غير سبب، تلاقي البيت نكد وكله مشاكل وكله زعيق وكله عراك من غير اي سبب، وتلاقي على والدتك الغضب ودايما بتقول لك كلام تقيل على قلبك، بتحسها كده بترمي عليك كلام متضايق منه ومخنوق منه. يعني تلاقي امك بتقول لك كلام تقيل على قلبك من غير اي سبب، وتلاقي المشاكل دايما شغاله في البيت. ثالث حاجه يا صاحبي وهو ان بيتك ما بيدخلوش الفرحه، ولا فرحه ولا سعاده ولا اي حاجه. وحتى لو كانت في البيت ده في فرحه مثلا ولا الناس مثلا بتبقى سعيده، بتحصل فيه مشاكل وبتحصل فيه نكد من غير اي سبب. تعال اقول لك على الحل. تجيب يا صاحبي جرد الميه، جردل تعبيه ميه، وتحط فيه شويه ملح، وتقرا فيه الفاتحه 7 مرات، وسوره الزلزله 7 مرات، سوره الفيل 7 مرات، وسوره الفلق برضه 7 مرات، وسوره الناس 7 مرات. وبعد ما تقرا السور اللي انا قلت لك عليهم، تغسل بالميه دي البيت كله وتسيقه، وترش شويه ميه على عتبه البيت لمده 7 ايام. وباذن الله تعالى بعد الحاجات اللي انت هتعملها دي، البيت هيرجع له الفرحه والسعاده، ويتشال عنه النكد والزعيق والخناق باذن الله. وبس كده يا صاحبي، لو انت استفدت من الفيديو ده ما تنساش انك تشارك الفيديو ده عشان غيرك يشوفه ويستفيد زي ما انت ما استفدت، عشان لو كان عنده نكد في البيت او مثلا خناق او اي حاجه من اللي انا قلت عليها دي، باذن الله سبحانه وتعالى ترجع له الفرحه والسعاده في البيت ده. وكل ده هيكون بسببك انت، وان شاء الله ده كله في ميزان حسناتك. وصلي على النبي.